برنامج الزواج ديال الفقيه عنده جوج ديال الكارهين ماشي كتر. الكاره الاول هو الجاهل، والجاهل لا نقاش معه، لانه بخلاصه القول لا يحسن الكلام ولا يفهم معنى الحوار ولا هو عنده اخلاق الحوار والنقاش. ولهذا الله سبحانه وتعالى امرنا بالاعراض عن هؤلاء الناس الجهلاء بنص من القرآن الكريم: واعرض عن الجاهلين واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خلاص. والصنف الثاني وهو الخطير، ورد منه البال مزيان، ردوا البال منه، وهو صاحب الفكر الايديولوجي المسموم اللي كيبغي يفرض الوصايه ديالو على الناس. وهذا النوع كيعانيو منه الطبقه المثقفه بزاف في المغرب، كيعانيو منه الطبقه المثقفه ديال الشباب اللي تبارك الله وصلوا للمعالي، اللي محامي واللي قاضي واللي دكتور واللي طبيب، ناس قرات وعات وحفت راسها في القرايه وفي العلم. كيعانيو مع هذا النوع ديال الناس اللي كيبغي يشد اللبسه ويفصلها ويخيطها على هواه هو، وتلبسها واخا ما تجيش قديك، خصك تلبسها وخصك تحس بها مزيانه باش هو يرضى عليك، ويشد الايات والاحاديث ويفسرها على هواه، ويفسرها على الطريق اللي ترضيه هو واللي يعيش فيها هو مرتاح. وانت خصك تفرقع وتطرطق وما تتكلمش وتبقى تحت الرحمه ديالو. الا بغيتيه يرضى عليك ويقول فيك كلام ديال الخير، غير انت تعيق به والفطره ديالك تعيق به، فطره الله التي فطر الناس عليها، اللي ما تتبغيش هاد الخزعبلات وهاد الافكار المتطرفه المسمومه. فبطبيعه الحال كيولي يكفرك ويفسقك ويبدعك ويردك انت يا دعاره، ويقول لك انت كدير الدعاره وكدير الفاحشه. علاش؟ لانك تحررت من فكرهم المسموم. وهاد الناس هادو منين المغاربه كيحتاجوهم في قضايا جديه كيلبسوا الصايه وكيوليو بحال العيالات. ومنين كتكون شي جنازه او شي مأتم او شي زرده او شي عرس او شي عقيقه، كتلقى كيلبس طربوش احمر وجلابه بيضاء والبلغه صفراء وكيجلس يلقم ويدي معاه في الاخر 4000 ريال من عند صاحب الجنازه، واخا كيبكي وكيجي على وجهه. اللهم تخلص لا جا. وبلا ما نزيد نورك بزاف، انا نقمقم وانتم فهموا. ومنين كيجيو للدعوه كدعوه كيوليو بحال العيالات، كيتعاطاو مع الناس، ماشي كيبلغوا الدعوه من اجل الدعوه ومن اجل اصلاح الامه، وكيهضروا في القيم الاخلاقيه ويهضروا في القضايا اللي غادي تحسن الامه. لا، كيتعاطاو مع الناس مباشره. شيوخ الادسنس كيوليو في المعاطيه افين يبان ولد الشينويه. ولهذا انا بغى بي الله خير، بغى بي الله خير، حتى هربت من هذه الافكار المسمومه وهذه المنهجيه المتطرفه وهذه الاسلاميين اللي اليوم المغاربه عاقوا بكم. ولا بغيتي تعرفوا المغاربه عاقوا بكم ولا ماشي عاقوا بكم، سيروا دخلوا غير للجوامع وشوفوا الشباب باقيين كيجيو يمشيو للجوامع. قليل، الاغلبيه كرهكم وفهم الطريقه ديالكم وفهم الافكار ديالكم النجسه المسمومه اللي كتمشيو على هواكم. تربي اللحيه وكيدير كرش كبيره وكيدير 4 العيالات وكيشد الشباب، كيبغي يضيقهم في واحد الزاويه باش هو يعيش بالطول والعرض، وانت موت، انت موت. ولهذا كتلقاهم هنايا في المغرب كيطلعوا في المنابر كيلبسوا الجلال، ومنين كيجيو هنا لاوروبا كيضربوا السورفيطات وكيضربوا السبرديلات ديال السبور النوع الممتاز، وكيخرجوا يعيشوا الحياه السعيده بالطول والعرض، ما شافهم حد.
لا رقيب ولا حد، كيدور ويتمتع ويسافر ويدور المدن وياكل من الماكله مزيانه ويمشي للبلايص المزيانين ويتقدى الحوايج المزيانين، ويجي عند الشباب ويحصرهم في واحد الزاويه ويبقاو تحت الرحمه ديالو، خصهم يبوسوا لهم يديهم هنا، الشيخ الفلاني الشيخ العلاني. وإلا ما درتيش هاد الشيء وبقيتي تحت الرحمه ديالو ونظرت بمنظارهم يفسقونك ويبدعونك ويكفرونك ويردوك نتايا كدير الدعاره وكدير المنكر. علاش؟ لانك تحررت من هذا الفكر المسموم، هذا الفكر المسموم. ولهذا باختصار هذا هما الكارهين اثنين اللي كاين في هذا البرنامج. والا فهذا البرنامج ديال الزواج برنامج ناجح بامتياز، ابى من ابى وكره من كره. هادو اللي تيهضروا دابا نتحداكم ديروا لايف وانتم كتسبوا الفقيه حيت كيدير التفاهه، ودير انت التفاهه ونشوف واش ماشي دير التفاهه، دير لايف وتعرى كلك، ما غيدخل عندك حد، اقل حاجه غيدخلوا يدفلوا عليك ويخرجوا. حيت التفاهه بحكمها تفاهه وبكونها تفاهه راه ما ساهلاش باش ديرها، خصك تكون سيدي ومولاي. وكيفاش تجبد هاد الناس وتجرهم لعندك ويحبوك بلا خلفيات، لان هذا البرنامج الزواج يدخل لبيوت المغاربه. انا امهات كبار واباء كبار وجدود كيدعوا معنا وكيتصلوا بينا وفرحانين وعاجبهم الحال، وليدات صغيورين فيهم البراءه ما عندوش فكر مسموم، كيقول لك انا كنحبك الفقيه عزيز عليا وكتضحكني وكندخل عندك وكنفرح وكنشوف داك البرنامج زوين، ما فيه لا تخسر الهضره، ما فيه كلام خبيث، ما فيه كلام خايب. وهادو اللي كيهضروا عليك كيقول لك انك كتطلع الفساد، راه هادوك اللي كيطلعوا مره عريانات واللي كيطلعوا مره بواحد السمت، هذا راه النتيجه ديال التربيه ديالكم. ياك نتوما دوركم انكم تربيوا الامه، انا راه كنستقبل ما ربيتم، اشنو عطيتوا للامه. انتم اللي كتشدقوا وكتهضروا باسم الدين، وانتم الدين عندكم كله غير ربح مادي كتنتفعوا منه، انتم مرتزقه تنتفعون من هذا الدين. انتم اللي كتهضروا عليا انا كندير البرنامج لاجل الماده، انت ملي كتمشي تطلع فوق المنبر راه والله ما طلعتي، والله ما خلصوك لا طلعتي فوق المنبر، والله ما مشيتي تقري في الكليه لا تخلصتي، والله ما مشيتي تعطي، والله ما تخلصتي لا عطيتي الدروس للناس في المساجد. كتمشاو عا بالماده. وإلا انت كتعرفني انا ما كنعرفكش، حيت بحال هاد النوع ديال الناس انا لا اعرفهم ولا يشرفوني ان اعرفهم. ولهذا الشعب المغربي عاق بكم، عرفكم كتهضروا عا في الوضوء وكيف اغتسل وصافي احدكم تما صافي، وملي كيحتاجوكم في الامور اللي هي كديروها كتخباو. ولهذا ولا زمانكم، انتهى زمانكم. اليوم زمان الشباب تبارك الله فايق وعايق، ناس تبارك الله قراو وتقفوا وعاو، اللي مهندس اللي طيار بيلوت كيهزك نتايا اللي كتهضر بزاف، كيهزك من بلاد ومن قاره الى قاره اخرى في اقل وقت ممكن من الساعات. ولهذا هادو هما جوج الاصناف اللي هما حاقدين على هذا الفقيه وحاسدين. والا لو ما كانوش في هذا الصنف، علاش ملي كتجبدوا برنامج الزواج كتجبدوه غير بالنظره اللي كتشوفوه نتوما فاسده؟ علاش ما كتجبدوش برنامج الزواج اللي استطاع بفضله بعد الله تعالى انه يساعد بزاف ديال الحالات الانسانيه، وانه يمسح دموع بزاف ديال الناس، وانه يوقف مع بزاف ديال الناس ويوصل صوتهم اللي ما قدرتوش توصلوه نتوما. كاين الناس مساكن اللي فيهم سرطان، والناس اللي مساكن مقطوعين لهم رجليهم، والناس اللي مساكن كيغوتوا ويقيلوا يهضروا ويقيلوا يدويوا ويقيلوا يغوت، ما كاينش اللي تتصنت لهم ولا يسمع لهم. برنامج الزواج مع الفقيه يسمع لهم وتصنت لهم وكرمهم واواهم وطعمهم وسقاهم. علاش ما كتجبدوش هادشي؟ هذا اكبر دليل على انكم ناس حاقدين حاسدين، ما عندكم علاقه بداك الفكر اللي كتقولوا عليا انا كندير الفساد، وانما هو بقول من الله سبحانه وتعالى حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.
السلام عليكم ورحمه الله.